السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم حبايبي في منوعات بنت أمينة، وحشتوني أحلى متابعين. النهاردة حبايبي زي ما احنا شايفين كده الفطير الجميل دوت احنا هنعمله مع بعض. ينفع في أي وجبة، الفطار، الغداء، العشاء، في العزومات، في الرحلات، يعني جميل جدا. طبعا يا حبيبتي هنعمله بربع كيلو لحمة مفرومة ومعصجة. إيه، مكوناته بسيطة، موجودة في كل بيت. العجينة بتاعته هشة وروعة جدا. هنشوف مع بعض كده عملناه ازاي مع بعض، ندخل الفيديو ونشوف عملناه مع بعض ازاي. معانا يا حبيبتي ان هنا معلقة من اللي بناكل بيها، معلقة سكر، ومعلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة ملح، وهننزل بشوية لبن قاطع، وهندوبهم كويس قوي. بعد ما ندوبهم كويس قوي، معانا يا حبيبتي 3 بيضات. هنحط 2 بيضة، والتالتة هنفصل الصفار عن البياض. هننزل بالبياض بتاع التالتة كده، البيضة الأولى والبيضة التانية والبيضة التالتة. هناخد منها البياض بس، هنشيل الصفار عشان نبقى ندهن بيه وش الفطير. هننزل بباكت خميرة فورية، وهننزل بنص كوباية زيت. بعد كده يا حبيبتي هنقلبهم كويس قوي قوي. وبعد ما نقلبهم كويس خالص كده، هننزل ب3 كوبايات دقيق، وهنعجن. لازم العجن يبقى كويس خالص عشان تبقى النتيجة حلوة خالص معانا، ويطلع لنا الفطير هش وجميل جدا. طبعا هنضيف اللبن القاطع شوية شوية، ملهوش مقدار، علشان احنا عايزين نتوصل للعجينة انها تبقى لا هي ناشفة قوي ولا هي طرية قوي، تبقى يعني حلوة، يا دوب بتلزق في ايديكي على خفيف. نفضل نعجن فيها كده لغاية ما نلاقي الملمس بتاعها بيلزق في ايدينا على خفيف كده، نبقى خلاص كده وصلنا للنتيجة الحلوة. هنسيبها ترتاح وتخمر، هنغطيها كده ونسيبها حسب طبعا الجو عندك حبيبتي ودرجة الحرارة اللي عندك. المهم انها ايه، عايزين نتوصل لانها تبقى خمرت كويس. كده بسم الله ما شاء الله، خمرت حلوة قوي. ناخدها وبنفرغ الهواء من جواها. وبعد كده التقطيع ده حاجة ترجع لك، لو عايزة تعمليه صغير اعمليه. احنا هنعملها 3 بس كبار، 3 وحدات كبار حلوين كده. هنمسك الفطيرة الأولى ونفردها كويس قوي. شايفة العجينة علشان ناجحة اتفردت معانا بسهولة. نمسك القطاعة وبنعمل كده، بنشققها على الجناب عشان تدي منظر. ونحط اللحمة المعصجة في النص، وبندي واحدة يمين واحدة شمال كده، بتدي منظر حلو جميل. وبعد كده بنحطها في صينية مدهونة زيت على خفيف قوي. وبناخد التانية بنعملها بنفس الطريقة. شايفة جمال العجينة، حلوة قوي وناجحة، تتفرد معنا بسهولة وحلوة خالص. وبرضو بنقطعه وبنعمل على الجناب الحركة بتاعة التقطيع دي، تديكي منظر حلو. وبنقفل واحدة يمين واحدة شمال، تبقى شكل الفطيرة حلوة كده. وبنحطها جنب الفطيرة الأولى والتالتة برضو بنفس الطريقة. شايفة كده يا حبيبتي، منظر جمالي، تبقى الفطيرة حلوة، متقفل على اللحمة كويس.
بعد كده بنسيبها تخمر 15 دقيقة. بعد ما خمرت ربع ساعة بناخد الصفار وبنحط عليه معلقة خل، بندوبهم كويس قوي مع بعض، وبنفضل كده ندهن في الوش بتاع الفطير، ندهنه كويس قوي قوي. طبعا بيديله لون جميل خالص لما بيدخل الفرن. ونكون في الوقت ده مولعين الفرن بتاعنا على درجة 200 لما بيبقى سخن، قبليها ب10 دقايق، ضروري جدا. بعد ما احنا دهناه كده وبقى شكله جميل جدا، ندخله الفرن. شايفة جماله يا حبيبتي؟ الفطير جميل جدا، ريحته حلوة قوي وشكله حلو قوي. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش يا حبايبي في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.